في أجواء كروية مشتعلة، يواصل المنتخب المحلي الجزائري بقيادة مجيد بوقرة كتابة التاريخ في بطولة الشان برقم قياسي جديد، فيما يتألق عبد الرحمن مزيان بلقب رجل المباراة رغم خسارته أحد أسنانه. وفي الكواليس، يستعد الخضر لمواجهة قوية أمام جنوب إفريقيا، بينما تترقب الجماهير صفقة عودة فريد بولاية إلى الدوري الجزائري، حيث سيشارك مع ناديه الجديد في المنافسة القارية. مشاهدينا الأفاضل، إذا تكرمتم بوضع لايك للفيديو واشتراك في قناتكم فهذا سيكون من جودكم وكرمكم، ونطلب من الله عز وجل دوام الصحة والعافية لكل مشاهدينا ومتتبع قناتنا إن شاء الله. المنتخب المحلي الجزائري يكتب التاريخ، وبقرة على موعد مع رقم قياسي جديد. سطر المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بقيادة المدرب مجيد بوقرة صفحة ذهبية جديدة في تاريخ إفريقيا للاعبين المحليين الشان، بعد أن حطم رقما قياسيا غير مسبوق إثر فوزه العريض على منتخب أوغندا بثلاثية نظيفة 3-0 في افتتاح مشواره بالبطولة. هذا الانتصار لم يكن عاديا، فقد جعل محلي الخضر أول منتخب في تاريخ المسابقة يحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية، متجاوزين الرقم السابق للمنتخب الكاميروني الذي توقف عند 6 مباريات. الإنجاز بدأ في نسخة 2023 حين انتصر المنتخب الجزائري على ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق بالنتيجة نفسها 1-0، ثم أطاح بكوت ديفوار في ربع النهائي 1-0، وسحق النيجر بخماسية نظيفة قبل التعادل السلبي مع السنغال في النهائي. والآن جاء الفوز على أوغندا ليضع بقرة ورجاله في القمة دون أن تتلقى شباكهم أي هدف. بقرة: لسنا مرشحين وسنسير خطوة خطوة. عقب المواجهة أبدى مجيد بوقرة سعادته الكبيرة بالبداية القوية، مؤكدا أن اللعب أمام البلد المستضيف كان دافعا إضافيا للتركيز، وقال: الفوز مهم جدا، لكن علينا نسيانه سريعا. في كرة القدم عليك أن تثبت نفسك في كل مباراة. نحن لسنا المرشحين للقب وسنسير خطوة خطوة، مركزين فقط على المواجهة القادمة. وحذر بوقرة لاعبيه من الغرور بعد الانتصار، مذكرا إياهم ب3 مباريات صعبة تنتظرهم بدءا من موقعة جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل. مزيان رجل المباراة وأسنان في سبيل الانتصار. خطف المهاجم عبد الرحمن مزيان الأضواء بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أداء رائع توجه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد هجمة جماعية منظمة. مزيان لم يكتفي بالتسجيل، بل أظهر روحا قتالية عالية، حتى أنه كشف بعد اللقاء قائلا: الفوز جاء عن جدارة واستحقاق، لكن المباراة كانت صعبة بدنيا، فقدت أحد أسناني خلال الصراعات الثنائية، لكن المهم أننا عدنا بالنقاط كاملة. الخضر يباشرون التحضيرات لجنوب إفريقيا. لم تترك محليي الخضر وقتا للراحة، حيث خاضوا حصة تدريبية أقل من 24 ساعة بعد الفوز استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا. وشهدت الحصة غياب متوسط الميدان أكرم بوراس بداعي الإصابة، بينما يعاني زميله لحلو أخريب من بعض الآلام العضلية في انتظار تحديد جاهزيته. وأوضحت مصادرنا أن لاعب شبيبة القبائل لحلو أخريب ما يزال يعاني من بعض الانزعاجات، وقد يخضع لبرنامج خاص قبل المباراة المقبلة. فريد بولاية يقترب من العودة إلى الدوري الجزائري. بعيدا عن أجواء الشان، أعلن نادي الوكرة القطري رحيل الدولي الجزائري فريد بولاية بعد 3 سنوات قضاها في الملاعب القطرية مع الغرافة والوكرة. وكشفت مصادرنا أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع ناديين من الرابطة المحترفة الأولى سيشاركان في المنافسات الإفريقية الموسم المقبل، مع ترقب إعلان وجهته الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة. هذا المشهد الكروي الجزائري ينبئ بمرحلة مثيرة، حيث يسعى المنتخب المحلي لمواصلة كتابة التاريخ، فيما قد نشهد عودة أسماء بارزة إلى أجواء المنافسة المحلية لتعزيز الفرق الطامحة للألقاب.